تخيل معايا كده منتخب فيه افضل لاعب في العالم اسمه بيليه. طبيعي الصحافة والجماهير هتركز عليه حتى لو هو مش النجم الأبرز في بطولة معينة، والنجم الأبرز كان نجم تاني شال البرازيل فيها على ظهره، واحد رجله اليمين كانت سحرة وجناح كلاسيكي، ما كانش بيعمل مهارات بهلوانية والمدافع كان متوقع هو هيعمل ايه، ورغم كده ما كانش قادر يوقفه. النجم ده اسمه جارينشا، واحد من أفضل الأجنحة في تاريخ كرة القدم، لكن التاريخ حطه دايما في ظل بيليه. التاريخ خلاه نجم من نجوم في العتمة. هقسم فيديو جارينشا ل5 فصول. الفصل الأول حياته الدرامية. اتولد جارينشا سنة 1933 في بلدة فقيرة في البرازيل اسمها باوجران، والمشكلة في حياة جارينشا ما كانتش الفقر بس، جارينشا كان طفل غير طبيعي الناتورال، فوقات الابنورمال بتكون ميزة بس احنا مش واخدين بالنا. جارينشا كان عنده رجل اطول من رجل، عمود فقري فيه انحناء، ركبة داخلة لجوه وركبة خارجة لبره. الدكاترة قالوا الولد ده صعب حتى يمشي طبيعي، لكن المدهش بالنسبة لنا ان نفس الابنورمال ده اللي خلت قطع الكرة منه شبه مستحيلة، لان حركة جسمه كانت غير متوقعة. الفصل الثاني الجانب التكتيكي لجارينشا. جارينشا كان جناح ايمن كلاسيكي، ما كانش لاعب حديث، ما كانش انسايد فورورد ولا حتى انفيرتد وينجر، كان جناح كلاسيكي رايت وينجر برجله اليمين زي ما لعب جورج بيست وجارزينيو. الفكره بسيطه، استلم الكره على الخط، واجه الظهير رغم مره اولى ثم ثانيه ثم ثالثه، والغريب ان المدافع كان عارف هو هيعمل ايه لكن ما كانش قادر يمنعه. نيجي بقى الفصل الثالث، الفصل الامتع في حلقه النهارده، التحليل الفني في حقيقه اسلوب جارينشا. جارينشا كان بيعتمد على 3 حاجات اساسيه. رقم 1 المراوغه المباشره، ما كانش بيعمل سكيل موفز معقده، كان بيعتمد على تغيير اتجاه مفاجئ، خطوه طويله بادي فينتس بسيط، لكن التوقيت كان قاتل، المدافع يتحرك وهو يغير اتجاهه فورا. رقم 2 مواجهه الظهير 1 ضد 1. في الخمسينات والستينات التكتيك كان بسيط، الجناح ضد الظهير ومفيش مساعده دفاعيه زي دلوقتي. جارينشا استغل ده لاقصى درجه، كان بيطلب الكره دايما على الخط عشان يدخل في ديول، وهو واحد من اكتر اللاعبين في التاريخ اللي كسبوا مواجهات فرديه. رقم 3 العرضيات الخطيره، بعد ما بيعدي المدافع كان قدامه اختيارين، عرضيه او دخول للعمق، لكن قوته الاساسيه كانت العرضيات، وده كان بيخدم مهاجمين زي فافا وطبعا بيليه. الفصل الرابع الفصل الابرز في تاريخ جارينشا، كاس عالم 62، البطوله اللي نسبها الجمهور لبطوله من 3 بطولات في تاريخ بيليه، رغم ان بيليه اتصاب بدري في البطوله دي، يعني البرازيل بالنسبه للعالم فقدت نجمها الاول. وهنا جه دور جارينشا في الادوار الاقصائيه لبطوله كاس عالم 62 اللي تحول فيها جارينشا النجم الاول في البطوله. في ربع النهائي ثنائيه ضد انجلترا، في قبل النهائي ثنائيه ضد تشيلي، وفي النهائي اداء فردي غير عادي ضد تشيكوسلوفاكيا، كان ببساطه افضل لاعب في البطوله. البرازيل كسبت كاس عالم 62 باداء وان مان شو من جارينشا، وفافا برضه ادى معاه، لكن الوصف بعد كده لبطوله 62 انها احد بطولات بيليه ال3 في كاس العالم. نيجي بقى على الفصل الخامس واخر فصل في القصه، ليه جارينشا بقى نجم في العتمه. حياته الشخصيه كانت فوضويه، مشاكل ماليه، كحول وازمات كتير، ومع الوقت الاسطوره اختفت، عشان كده جارينشا بقى نجم من نجوم في العتمه.